تعد كثرة التبول ليلاً علامة مبكرة على إصابتك بمقاومة الأنسولين، وهذا مقدمة للإصابة بمرض السكري. في أي وقت يرتفع السكر، يتخلص الجسم منه عن طريق الكلى، لأنه يعتبر مادة سامة، وستتبول بشكل متكرر، وهذا ما يسمى بولية، وهو ما يعني أنك تتبول كثيراً. تسبب مقاومة الأنسولين فرط نشاط المثانة، حتى لو كان سكر الدم لديك طبيعياً. هناك تجارب أجريت على الكلاب التي حقنت بالأنسولين، وهناك علاقة وثيقة بينها وبين التبول المتكرر ليلاً. تعد كثرة التبول ليلاً علامة مبكرة على إصابتك بمقاومة الأنسولين، وهذا مقدمة للإصابة بمرض السكري. تؤدي مقاومة الأنسولين إلى قيام الكلى بتصفية المواد بشكل متكرر، وهذا يزيد من الضغط على الكلى. لهذا السبب فإن السبب الرئيسي لمعظم أمراض الكلى هو مرض السكري. كما أن مقاومة الأنسولين تسبب اختلال توازن الكهارل، وهي تؤثر على ضغط الدم بشكل أكبر في الليل. كما أن مقاومة الأنسولين تزيد من الكورتيزول، الذي يمكن أن يزيد أيضا من التبول. تضعف مقاومة الأنسولين عند النساء قاع المثانة وعضلات الحوض،